شوفوا شباب أهمية الاستحمام بهذا الوقت. شوفوا حطيت لهن صحن وبيه كم قطرة خل التفاح الطبيعي. شوفوا أول ما حطيت لهن يا رأسا شلون نزلن، الكل نزل قاعد دي يصبح. لازم ينحط بيه كم قطرة خل تفاح أصلي، على مود شكو بكتيريا، شكو حشرات، شكو أي شي ضار بجسمه يعقمه، ومقوي للريش جدا قوي، وحتى يشربن من عنده شوية هم مفيد إلهن. شوفوا طبعا أنا كنت قبل لا أصور كنت حاط لهم إياه وتذكرت إنه دا أصور لكم، فشوفوا ولا أني صار لي هواية كلش ما منزل، اعذروني، وإن شاء الله أستمر وياكم، إن شاء الله أستمر وياكم فيديوهات هواية. راح أترككم وياهم شوفوهم، شوفوا شلون قاعدين دي يسبحون. شوفوا سبحان الله سبحان الله. عبالك ما شايفات مي بحياتهن. بدأ الجو حار لازم ضروري الاستحمام، أقل شي 3 مرات بالأسبوع، أقل شي يسبحون، يعيدون نشاطهم، يعيدون نشاط الريش، يحفظون أهم نقطة درجة الحرارة الجسم، يحفظوها، يبردون الجسم بهذا المي. المي ما أحطه بارد كلش ولا أحطه حار، أحطه وسط طبيعي من الحنفية أو من البوري شو نريد نقول، ومي يعني مائل إلى الدفو شوية. يلا أترككم وياهم. سبحان الله. يلا شكرا لكم، انتظروني بفيديو جديد.